ارجع الآن أنت بعد هذا الكلام كله، اقرأ تاريخ ابن غنام واقرأ ماذا فعل الشيخ، ستتضح لك الأمور. كفروا الجزيرة العربية وغير العربية، كفروا العالم كله في ذلك الوقت، وهذا أمر واضح وهو مؤسف. ومؤسف الحقيقة، أنا مؤسف أننا نرى، يعني لا نحب أن نرى أي زلة لأي عالم أو غير عالم، لكن في الأخير هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. اليوم نحن على مشارف كارثة كبيرة في المنطقة بسبب هذه الأفكار. فلا يجوز أننا نبدأ نجامل اليوم على حساب موروث معين أو شخص أحببنا مثلا أنه كان له فضل وخير في توحيد ولم شمل الناس حتى يعني أصبحنا ما نحن عليه اليوم، وهذا نحفظه للدعوة ونحفظه للشيخ. لكن لا ينبغي أن يأخذنا ذلك ويجرنا لأن لا ننتقد دعوة الشيخ وأن نعطيها الصح المطلق والتزكية المطلقة. لأنه الآن نحن نعاني من مشكلة الفصام الموجود. الآن أصعب ناس يتعبون ويبذلون الجهد في مناقشة التكفيريين هم الوهابيين. لا يستطيع أن يناقش الشخص التكفيري. تناقشه بماذا؟ تناقشه وأنت لديك هذا الموروث وأنت لديك هذه الكتب وأنت لديك هذه اللغة؟ لا تستطيع. تأتي تناقشه وأنت معك نواقض الإسلام التي تكفر بالجملة وبالعموم، وتأتي تريد أن تناقش والله داعشي ولا قاعدي ولا من جماعة الصومال، لن تفلح، والله سيغلبوك وستجد صعوبة بالغة في ذلك. وأيضا مشكلة الاقتداء. نحن الآن عندنا الشباب نقول لهم أن هذه الدعوة هي هذا الإمام المجدد، هذا الإمام الذي ليس عليه أي نقد وليس عليه أي ملاحظة. فيأتي هذا الشاب فيعود إلى التراث فيجد هذا الكلام. بل نحن ندرس حتى نواقض الإسلام ندرسها لأبنائنا الصغار في المدارس، حينما يقرؤونها ويرون أن هذا الإمام مزكى بالكامل بدون أي مراجعات بدون أي نقد، مزكى تماما كل أعماله صح، فيقرؤون ذلك ويقرؤون ابن غنام ويقرؤون قتل المسلمين ويقرؤون تكفير المسلمين، ثم بعد ذلك نأتي نحاربهم نقول أنتم تكفيريين وأنتم خرجتم وأنتم ضلال وأنتم ونجيب لهم العلماء يناقشون ويناظرون. عبث عبث. إن لم تقضي أنت في الأساس على المنبع الذي أخذ منه هؤلاء فلا تتعب نفسك ولا تخدع نفسك وتخدع الآخرين بأنك تقول أنا أريد أن أحارب هذا الفكر. أنت لن تصادقا في ذلك ولن تكون صادقا في هذا حتى تعود بكل شجاعة وبكل حيادية وتجعل الإسلام هو رقم واحد لديك، ليس فلان أو علان أو الدعوة الفلانية أو المذهب الفلاني. الإسلام رقم واحد عندك، هذا الإسلام الذي يشوه ويدمر اليوم تجعله رقم واحد عندك، ثم تبدأ تراجع الأفكار وتضرب بكل فكر يخالف هذا الإسلام ويتعارض مع مبادئ الإسلام، تضرب به عرض الحائط كائنا من كان قائله، وترجع إلى المصدر الأصلي الوحي القرآن والسنة. إن فعلت هذا وقتها سوف تقضي على الإرهاب في وقت يسير ولله الحمد، لأن دين الله واضح وليس فيه إشكال. دين الله واضح ترى للجميع، وأي تحريف وأي تشويه يأتي إلى الإسلام ترى يكون ضعيف جدا ومستنده ضعيف وركيك يمكن أن يرد، لكن لما يأتي بالصورة التي ذكرناها يدخل إلى القلوب ويتسلل إليها بشكل يصعب انتزاعه فيما بعد.